مرحبا، معكم حلا. اليوم إن شاء الله نصائح إذا تبعتيها رح ينزل وزنك برمضان كم كيلو مرتبين، بالإضافة للسعرات الحرارية اللي موجودة بالأطعمة المشهورة على المائدة العربية برمضان. اليوم مثل ما وعدكم رح ننزل نصايح لحتى تنحفي برمضان. يعني إذا اتبعتي هاي النصايح ممكن تنحفي من 10 كيلو وأكثر من 10 كيلو من دون ما تحسي إنك أنت كتير حرمتي حالك من كتير أمور. أول نصيحة هي إنك تبدي طعامك بتمرة واحدة، بعدين بتشربي كاستين من المي. هذا الشي بيخلي المعدة تصير مليانة وما تحسي إنك أنت بدك تاكلي كتير. هلأ بعدين بعد ما تشربي كاستين المي بتشربي شوربة الخضار. هلا أنا شوربة الخضار إن شاء الله رح أعملها أنا وياكم سوا، نزل لكم فيديو، وأنا بالنسبة لإلي رح أتبعها بكل رمضان لأنه هي بتغذي الجسم والبشرة والشعر وبنفس الوقت بتحرق الدهون، وهي سعراتها كتير قليلة. يعني حتى لو أكلتي منها طبق كبير فهي ما في منها مشكلة أبدا. هلا بعدين بتبدي الطبق اللي انت محضرتيه. هلا في نصيحة انك انت تحضري طبقك قبل ما تحضري طبق العيلة. يعني انت مشان ما الوقت يمرق وبعدين تحسي حالك انك انت اضطريتي تاكلي من الاكل اللي انت محضرتيه لعائلتك، يلي هو ممكن يكون مقليات وممكن يكون دهون. نحن بغنى عن هاي الامور. لذلك حتى انا الاكل ان شاء الله، يعني كل شيء انا رح اكله رح اعمله برمضان ان شاء الله، رح نزل لكم فيديوهات مشان تستفيدوا منها. فهي كتير نصيحة مهمة، انك حتى لو كان بده يعني ممكن انك انت قبل الفطور تسخني تسخين وتاكلي، فما في مشكلة. المهم انه يكون اكلك جاهز. هلا لازم تاكلي ضمن سعراتك الحرارية. احسبي سعراتك الحرارية على برنامج ايزي فيت او اي برنامج انت بتفضليه. طبعا هذا الشيء بيخلينا انه يعني نحسب السعرات، ناكل على قدنا وبالتالي نخسر وزن. هلا يفضل الاستغناء عن النشويات تماما، او انه يعني ناكل كتير نشويات محدوده، لان احنا هلا الوجبه عم تجي بالليل، ونحن اذا اكلنا نشويات فنحن ما رح نستفيد شيء ورح وزننا يزيد. يعني ممكن معلقتين او 3 رز هي اكتر شيء ممكن انك تاكليه. هلا العصاير بمجملها بدنا نبعد عنها لانه هي غالبا سكرياتها عاليه. هلا ممكن انه التمر الهندي ممكن نشربه إذا عملناه بسكر دايت، لأنه التمر الهندي كتمر هندي سعراته منخفضة، لكن السكر هو اللي بيخليه سعراته كتير مرتفعة. هلأ يفضل عدم تناول الحلويات نهائيا واستبدالها بالفواكه، وخصوصا الفراولة والتفاح والبطيخ. هلأ اللي كتير بيحب الحلويات ممكن إنه ياخد يعني قطعة بحجم علبة الكبريت مرة بالأسبوع بس. هلأ السحور، بالنسبة للسحور يعني يفضل إنه نحن نخليه جبنة قريش أو أي جبنة خالية الدسم، يكون ملحها قليل طبعا، مع قطعة توست، ممكن كاسة لبن مع ليمون، ممكن تاخدي شوفان مع تمر مع مكسرات. كمان أنا عندي فيديو بهالموضوع رح أترك لكم الرابط بصندوق الوصف. ممكن يكون قطعة فواكه مثلا أو خلط نوعين من الفواكه مع بعضهم. ممكن يكون صحن تبولة أو صحن فتوش، كمان كتير بيكون ممتاز. هلأ بالنسبة للرياضة لازم نلعب رياضة. يعني هذا الشيء إذا قدرتي عليه تلعبي نصف ساعة قبل الفطور. هلأ هذا الموضوع بيحرق الدهون بطريقة كتير فعالة. يعني رياضة قبل الإفطار دغري بتتجه على الدهون بشكل مباشر. هلأ نط الحبلة كتير ممتاز بهذا الموضوع، لأنه هو يعني بيحرق الدهون وبيعلي نبضات القلب بطريقة كتير فعالة. أي رياضة أنت، حتى لو كنتي ما بتمارسي رياضة أنت وصعب عليك إنك تمارسي رياضة، ولو مشيتي بطريقة سريعة بالبيت لمدة ربع ساعة، كتير كبداية كتير بتكون ممتازة. يعني حاولي إنك أنت هذا الموضوع لا تهمليه، لأنه كتير بيعطيكي نتيجة فعالة، وبتحسي إنه خصوصي منطقة البطن ومنطقة الفخذ كل هذا كتير كتير بتفرق معك. هلأ هي شرب المي. هلأ أنت طبعا بدك تشربي أول ما بيقدن، بعدين حاولي إنك كل ساعة تشربي كاسة مي. هلأ هي يعني كتير مهمة إنه أنت ما تشربي المي دفعة واحدة وبعدين توقفي عن شرب المي. كل ساعة بتشربي كاسة مي بيستفيد منها الجسم بطريقة كتير فعالة. موضوع كتير أساسي إنك تستمري بشرب المشروبات اللي هي حارقة للدهون. هلأ أنا بفضل الشاي الأخضر وبفضل الزنجبيل بهذا الوقت. طبعا رح يساعدك إنك تخسري وزنك، ورح يساعدك إنه
يعني يكون عامل مساعد للشي اللي انت رح تعمليه خلال شهر رمضان. هلا طبعا انت اذا اتبعتي هاي النصائح رح تلاقي فرق من اول اسبوع بشكل جسمك، ورح تلاقي فرق طبعا كمان على الميزان. هلا اتبعي هاي النصائح وحاولي انك تنزلي وزن مشان بس يخلص رمضان ما تندمي انك انت ما استغليتي رمضان وخسرتي من الوزن الزايد يلي عندك. بتمنى لكم رمضان يكون خير على الجميع، وكل عام وانتم بخير، وشكرا كتير على متابعة الفيديو. مرحبا، معكم حلا. باقي كم يوم لرمضان، إن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين. حبيت نزل هذا الفيديو إن شاء الله تستفيدوا منه ومشاهدة ممتعة. اليوم إن شاء الله رح أقدم السعرات الموجودة بأطباق مشهورة على المائدة العربية برمضان. طبعا رح نبدأ بحبيب قلب معظمنا، هي الفطائر والسمبوسك. فطائر السبانخ حبة متوسطة إذا كانت مقلية بين 200 و 225 سعرة، من دون قلي بين 100 و 125 سعرة. فطائر اللحمة المقلية 250 سعرة، من دون قلي 150 سعرة. سمبوسك جبنة مثلثات بعجينة جاهزة، كل حبة فيها 125 سعرة. وكمان سمبوسك لحمة بعجينة جاهزة فيها 125 سعرة. كبة مقلية عدد واحد في 135 سعرة. تبولة كوب في 50 سعرة. فتوش كوب في 130 سعرة. سلطة لبن بخيار كوب في 50 سعرة. شوربة عدس 1 كوب فيها 175 سعرة. شوربة كريمة 1 كوب فيها 200 سعرة. شوربة خضار 1 كوب فيها 60 سعرة. كبسة 1 كوب أرز مع قطعة لحمة قد نص الكف فيها بين 250 ل 300 سعرة. صيادية كمان كوب رز مع قطعة سمك نص الكف فيها 250 ل 300 سعرة. عندي محشي باذنجان، الحبة الواحدة فيها 150 كالوري. كمان الكوسة حبة بين صغير بين وسط، يعني يكون حجمها وسط لكبيرة، 150 سعرة. الفلفل فيه 140 سعرة. محشي ملفوف 5 حبات 140 سعرة. ورق عنب 5 حبات فيهم 200 سعرة. يالنجي 6 حبات فيهم 200 سعرة. حمام محشي عدد واحد فيه 600 سعرة. عندك قطعة دجاج مشوية من أي جزء بالفروج 250 سعرة، بينما صدر الدجاج بحجم كف اليد مشوي 130 سعرة. بطاطس مقلية عدد 10 160 سعرة. في عنا لمحبين الكاتشب أو المايونيز مع البطاطا المقلية، معلقة الكاتشب فيها 20 سعرة، بينما معلقة المايونيز فيها 100 سعرة، فالفرق كتير كبير. لذلك إنك تختاري تاخدي كاتشب هو بيكون الخيار الأحسن. هلأ بنجي للحلويات. عنا قطايف جوز حبة واحدة فيها 135 سعرة. قطايف جبنة حبة واحدة فيها 100 سعرة. معمول فستق أو معمول جوز فيه 125 سعرة. جلاش بالجوز أو الفستق الحلبي القطعة الوحدة فيها 220 سعرة. بالجبنة في 170 سعرة. كنافة بالجبنة 100 جرام في 360 سعرة. كنافة بالقشطة 100 جرام فيها 350 سعرة. هريسة أو بسبوسة فيها 100 جرام في 530 سعرة. عوامة أو لقمة القاضي 100 جرام فيهم 390 سعرة. هلأ عنا المشروبات. عنا أمر الدين في الكاسة الوحدة أو الكوب الواحد فيه 230 سعرة. السوس 100، والتمر الهندي فيه 220 سعرة. عنا شوية متفرقات مثل التمر مثلا التمرة الوحدة فيها 22 سعرة. معكرونة بشاميل نص الكف تقريبا في 350 سعرة. لحم بعجين حجم وسط في 185 سعرة. بيتزا مثلث فيها 200 سعرة. فخذ دجاج مقلي مع الجلد في 235 سعرة. النجت مقلي في 190 سعرة، يعني بيطلع تقريبا 2 نجت. هلأ طبعا أي مبالغة بالحجم أو بطريقة الطبخ، يعني إنك تزودي دهون، هذا الشيء كله بيضاعف لك السعرات. لذلك كوني حريصة على إنك تطبخي بالطريقة العادية وتاكلي ضمن سعراتك الحرارية، مشان تضمني إنه أنت ما يزيد وزنك برمضان. كان هاد كل شي لفيديو اليوم. بتمنى انه تتبعوا النصائح وتعرفوا شو عم تاكلوا وتاكلوا ضمن سعراتكم الحرارية لحتى تضمنوا انكم تنزلوا بالوزن، وعلى الاقل يعني بين 7 و10 كيلو. وشكرا كتير على المتابعة.